أعزائي طلاب وطالبات أولى إعدادي، معادنا النهاردة مع تاني درس في الترم التاني في الوحدة الأولى. يا رب نكون تابعنا من الأول ومركزين ومفاهمين ونمشي مع بعض خطوة خطوة. وزي برضو ما بنقول كل مرة، يا ريت لو عندك سؤال أو استفسار ابعت لي في التعليقات أو ابعت لي على الواتساب في الرقم اللي موجود في الفيديوهات. الدرس التاني اسمه الصيغة العلمية. هي إيه الصيغة العلمية وبنستخدمها في إيه؟ الصيغة العلمية دي طريقة بنكتب بيها الأعداد الكبيرة قوي والصغيرة قوي. مش بس كده، احنا دلوقتي بنكتب بيها، ممكن نكتب بيها أي عدد سواء كان كبير قوي أو مش كبير قوي، لكن احنا عملناها مخصوص للأعداد الكبيرة قوي والأعداد الصغيرة قوي. يعني لو عندي عدد كبير قوي زي ده مثلا، وقلت لك اقراه، هنعرف نقراه، بس ليه ناخد ساعة نقسم في العدد تلاتات ونقول له 23 مليار 457 مليون 911 ألف؟ ليه ده كله؟ هنا عاملين رقمين بس، مفيش مشكلة، يبقى 2 مليار. ليه نقرا العدد ده كله؟ فاحنا هنعمل طريقة جديدة هكتب بيها العدد ده بصورة تسهل لي قرايته. طيب ايه الصورة دي؟ على فكرة انا قلت الكبيرة قوي زي العدد ده، والصغيرة قوي زي مين يا مستر؟ 1 2 5 ده الصغير قوي؟ لا، لو انا كتبت عدد صغير قوي زي ده او زي ده، دي الاعداد الصغيرة جدا خالص اللي بتتعبني قوي برضو في قرايتها. فانا بحاول اكتب الاعداد الكبيرة قوي دي او الاعداد الصغيرة قوي دي بصورة او بصيغة بنسميها الصيغة العلمية عشان تسهل قرايتها. طب ايه الصيغة العلمية دي يا مستر؟ احنا عرفنا احنا عملناها ليه. هي طريقة لكتابة الاعداد الكبيرة جدا او الصغيرة جدا بطريقة مختصرة. طب هي ايه الصيغة العلمية دي؟ قال لي الصيغة العلمية دي انا بكتب العدد في صورة حاصل ضرب عددين. العدد الاول بسميه ايه. الايه ده عدد لازم يكون اكبر من او يساوي واحد، يعني ينفع واحد وينفع اكبر، ما ينفعش اقل من واحد، واقل من 10 ما ينفعش يبقى 10. وعشان هو ينفع موجب او سالب فقلت القيمة المطلقة ليه، يعني قيمته الموجبة أكبر من أو يساوي واحد وأقل من 10. ده العدد الأولاني، وهضربه في 10 أس إن. مين هي إن دي؟ قال لي إن دي أي عدد صحيح. إن دي ينتمي لذات، يعني أي عدد صحيح موجب كان أو سالب. مش فاهم حاجة يا مستر؟ عاوز مثال. إحنا في الموضوع ده عندي 3 أنواع من الأمثلة. الحالة الأولى اللي هي الأعداد الصحيحة، زي عدد زي ده 32,000. في العدد الكبير قوي أو في العدد الصغير قوي دايما بدور على العلامة العشرية، دايما بدور على العلامة العشرية. طب ده ما فيهوش علامة يا مستر؟ ما فيش رقم، ما فيش عدد في الدنيا ما فيهوش علامة، بس العلامة اترمى على اليمين خالص هنا اهو، وبعدها ما فيش حاجة ما بكتبهاش. يعني العدد اللي ما فيهوش علامة عشرية تبقى العلامة العشرية في آخر العدد على اليمين. طيب لو عاوز اكتبه على الصورة القياسية ده يا مستر اكتبه ازاي؟ قال لي هحرك العلامة العشرية لغاية ما يبقى على شمالها رقم واحد فقط. العدد ده فيه علامة عشرية عشان اكتبه في الصيغة العلمية. على فكرة الصيغة دي اللي هو مكتوب بيها دي اسمها الصيغة القياسية أو الصورة القياسية للعدد. يعني 32,000 دي اسمها الصيغة القياسية أو الصورة القياسية للعدد، لكن أنا عاوز أكتبه دلوقتي بالصيغة العلمية بتاعتنا النهاردة. إحنا قلنا أي عدد فيها علامة عشرية لو مش مكتوبة في العدد يبقى هي على آخر العدد على اليمين. طيب دي العلامة العشرية، أنا عاوز أكتب ده على الصيغة العلمية، فهحرك العلامة العشرية لغاية ما يبقى على شمالها رقم واحد فقط. العلامة هنا
حركناها رقم 2 3 4 تيجي هنا اهو، فهتبقى 3 صحيح و2 جزء من 10. 3 و2 من 10 في، دي علامة عشرية اهي، 3 و2 من 10 في، طبعا الأصفار دي كلها بعد العلامة ملهاش لازمة، يبقى بقيت 3 و2 من 10 في 10 أس. 10 أس كام؟ إحنا حركنا العلامة كام رقم؟ كانت هنا أدي رقم 2 3 4، حركنا العلامة 4 أرقام ناحية الشمال، يبقى 10 أس موجب 4. يبقى 32,000 بالصورة القياسية تساوي 3.2 من 10 في 10 أس 4 بالصيغة العلمية. طيب مثال تاني يا مستر، 540,000. 540,000 ده مكتوب بالصورة القياسية، أنا عاوز أحوله للصورة العلمية أو الصيغة العلمية، فهكتب يساوي. في العلامة مفيش علامة يا مستر، إحنا قلنا مفيش عدد مفيهوش علامة. العلامة على الآخر هنا على اليمين هنحركها لغاية ما نخلي على شمالها رقم 1 اللي هو الخمسة، يبقى هيبقى 5 وبعدين العلامة وبعدين 4 في 10 أس. طيب ال10 دي أس كام؟ حركنا العلامة كام رقم؟ كانت هنا أدي رقم 2 3 4 5 ناحية الشمال، احنا حركنا العلامة من اليمين للشمال، يبقى الأس موجب، يبقى 5 و4 من 10 في 10 أس 5 اللي هو أهو. مثال تاني بسرعة يا مستر، العدد ده كبير قوي خالص يا مستر، الأول تعرف تراه، أنا مقسمه لك أهو تلاتات تلاتات، ده 72,130,000. ده لو انا حبيت اقراه في الصوره القياسيه، انا عاوز اكتبه في الصوره العلميه، العلامه هنا اهو هحركها 1 2 3 4 5 6 7، يبقى بقي 7 صحيح و2 من 10. 7 و2 من 10 في 10. 10 أس كام يا مستر؟ 10 أس 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 10 أس موجب 7 والسؤال خلص. ده بالنسبة للأسئلة بتاعتنا. ماشي، طيب ناخد أمثلة تانية ولا نشوف الموضوع اللي بعده؟ المثال بقى سهل والموضوع بقى لذيذ، ده احنا بنحرك علامة بس، ده بالنسبة للأعداد الكبيرة أوي. طيب في نوع تاني من الأعداد، الأعداد الصغيرة أوي، دي هنحلها إزاي يا مستر؟ أهي الموضوع سهل وبسيط، ده كله أعداد كبيرة، لو أنت بتحمل الملزمة عندك وبتقلب، ده كله أعداد كبيرة ومحلولة والطريقة سهلة وما فيهاش أي مشكلة. الطريقة التانية الأعداد الصغيرة قوي، أو النوع التاني من الأسئلة يعني الأعداد الصغيرة قوي، عدد زي ده فيه علامة يا مستر؟ فيه علامة وعشان كده عدد صغير قوي. نفس الفكرة، أنا بحرك العلامة لغاية ما يبقى على شمالها رقم 1 بس. العلامة هنا أنا هحركها دي رقم 2 3 4 تيجي هنا أهو، يبقى بقيت 3 و2 من 10. 3 و2 من 10 في 10 أس كام؟ إحنا حركناها مرة 2 3 4 بس 4 ناحية اليمين يا مستر، في العدد الكبيرة كنا بنحرك ناحية الشمال، ده بنحرك ناحية اليمين، يبقى الأس بتاع ال10 سالب، يبقى 3 و2 من 10 في 10 أس سالب 4 أهو 3 و2 من 10. طب العدد اللي بعده، العدد اللي بعده اللي هو كام؟ أهو العدد اللي بعده ده من 10 من 100 من 1000 من 10,000 من 100,000، ده 71 جزء من مليون. طيب اكتبه ازاي في الصيغه او في الصوره العلميه؟ دي العلامه هحركها كام رقم؟ رقم 2 3 4 تيجي هنا هو، يبقى حركناها 5، يبقى ده بيساوي 7 صحيح و1 من 10 في 10 أس، حركناها 5 مرات ناحية اليمين، يبقى الأس سالب 5 والمسألة خلصت. المسألة اللي بعد كده ده هكتب يساوي، هحرك العلامة هي هنا ادي رقم 2 3 4، يبقى بقي 7 صحيح و9 من 10 في 10 أس. 10 أس كام؟ 10 أس كام يا مستر؟
10 أس حركناه كام رقم؟ 4، يبقى 10 أس سالب 4. والسؤال خلص، والمسائل كلها بقت لذيذة، كله مفيش مشاكل. أنا بحرك. طب ده 3 أرقام، أحط العلامة فين؟ أنا قلت العلامة لازم يبقى على شمالها رقم واحد بس، غير الصفر طبعا. ماشي، طب هنا أهو، أدي 1 2 3 4 5 6، أنا أحطها هنا أهو، يبقى ده بيساوي 7 صحيح و31% في 10 أس. أنا نسيت حركناها كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6، ناحية اليمين يبقى سالب 6. والسؤال خلص. طيب الحالة الثالثة، إنه يجيب لي عدد أصلا أنت ممكن تنخدع فيه وتحسبه مكتوب في الصيغة العلمية، بس هو مش في الصيغة العلمية. يعني هو أصلا مكتوب حاصل ضرب عددين، جزء فيهم 10 أس عدد والجزء التاني عدد زي ده. خلي بالك ده مش في الصيغة العلمية، ده حاصل ضرب رقمين أو حاصل ضرب عددين، لكن مش في الصيغة العلمية. ليه يا مستر مش في الصيغة العلمية؟ أنا قلت فيه شرطين عشان يبقى العدد مكتوب في الصيغة العلمية. أول شرط إن العدد الأول ده يكون أكبر من أو يساوي 1 وأقل من 10. طب ده 571 أقل من 10 إزاي؟ فده مش في الصيغة العلمية وعايزني أكتبه أنا في الصيغة العلمية. قال لي ده يساوي ده، مبدئيا كده اكتبه زي ما هو في الأول 10 أس 9 مبدئيا، بس عشان نمشي خطوة خطوة. في أهي الجزء اللي في الآخر ده كتبناه زي ما هو أهو. طب الجزء ده قال لي اعتبره هو العدد لوحده ده واكتبه في الصيغة العلمية. اكتبه ازاي في الصيغة العلمية؟ في علامة هنا اهو، هنحركها ناحية الشمال مرتين، هيبقى 5 صحيح و71% في 10 أس. 10 أس كام؟ احنا حركنا علامة رقمين ناحية الشمال، يبقى 10 أس 2. العدد ده هو نفسه ده. بعد كده الأساسات اللي زي بعض، ال10 دي وال10 دي، هاخد منهم 10 واحدة وهجمع الأسس. عند ضرب الأساسات المتساوية نجمع الأسس، اللي خدناها الدرس اللي فات. اللي متابع معايا من الأول، عشان ما ينفعش نحضر درس ونسيب درس، تابع معايا خطوة بخطوة. فده هيبقى 5 صحيح و71% زي ما هو، في ال10 دول هاخد واحدة منهم بس واجمع الأسس، يبقى بقى 5 71% في 10 أس 11. الحل بتاعنا اهو. الموضوع سهل وبسيط، واحنا خدنا ال3 صور اللي ممكن يجيب لي بيهم الاعداد ويقول لي اكتبهم في الصوره العلميه. طبعا لسه الدرس فيه افكار تانية، بس دول لو قال لي اكتب العدد في الصوره العلميه، انا ما عنديش غير ال3 صور دول اللي ممكن يجيبهم لي، يا عدد كبير قوي، يا عدد صغير قوي، يا عدد مكتوب في صوره حاصل ضرب عددين بس مش في الصيغه العلميه. طيب السؤال اللي بعد كده او الموضوع اللي بعد كده نشوف السؤال ده. ماشي، هنا هو بيقول لي 480 في 10 أس 12. أنا هكتب يساوي، وفي الآخر خالص هكتب في 10 أس 12 زي ما هي، اللي هو الجزء ده. هعتبر العدد اللي عندي بس 480. ده فيه علامة يا مستر؟ في علامة هنا اهو، هحركها رقمين، يبقى بقيت 4 و8 من 10 في 10 أس. أنا حركت العلامة رقمين ناحية الشمال، يبقى 10 أس 2. يعني ده بيساوي 4 و8 من 10 زي ما هي في 10 واحدة، وهجمع الأسس يبقى 14. يبقى 4 و8 من 10 في 10 أس 14. الموضوع سهل. ممكن يجيب لي حاجات تانية مهمة برضو تعرفها. لو قال لي اكتب 1 مليون في الصورة العلمية، الأول المفروض يعني أنا أعرف أكتب العدد ده في الصورة القياسية. المفروض انت كبير وفي اولى اعدادي تعرف تكتب يعني ايه 1 مليون، يعني ايه 1 مليار، يعني ايه ربع مليون، بس هنشوفها دلوقتي مع بعض. 1 مليون دي يعني واحد وقدامه 6 أصفار، ده 1 مليون. عاوز اكتبه في الصورة العلمية، ده كده في الصورة القياسية. عاوز اكتبه في الصورة العلمية، فهنا العلامة حركها رقم 2 3 4 5 6، يبقى بقى 1 صحيح مفيش كسور، يبقى بقى 1 صحيح
مفيش كسور في 10 أس، حركناها 6 أرقام ناحية الشمال يبقى 10 أس 6. 1 مليار يعني 1 وقدامه 9 أصفار، يعني 1 في 10 أس 9. طيب ربع مليون يعني اقسم لي ده على 4 المليون، فهيطلع 250,000. 250,000. عاوز اكتبه في الصورة العلمية، هحرك العلامة، كانت هنا 1 2 3 4 5، يبقى ده 2.5 في 10 أس 5، ده الربع مليون اهو. ايا كان نص مليون، ربع مليار، نصف مليار، ايا كان العدد، طالما عرفنا نكتبه في الصورة القياسية اقدر احوله للصورة العلمية بطريقة سهلة جدا، واحنا عرفناها كويس قوي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي امامك مجموعة من الاعداد، ضع صح امام الاعداد اللي مكتوبة بالصيغة العلمية وعلامة خطأ على الاعداد المكتوبة او ليست على الصيغة العلمية. وده هيخلينا نرجع للشرطين بتوع الصيغة العلمية ونعرفهم كويس قوي. اول حاجة في الصيغة العلمية لازم يكون العدد الاول اكبر من او يساوي 1 واقل من 10. لازم يكون الأس بتاع 10، الشرط الثاني لازم يكون الأس بتاع 10 ده عدد صحيح موجب كان أو سالب. هنا التلاتة دي أكبر من 1 وأقل من 10، مظبوط، يبقى ده في الصيغة العلمية والأس ده عدد صحيح. طيب هنا 2.3 أكبر من 1 أيوه وأقل من 10 أيوه، يبقى ده في الصيغة العلمية. هنا 38 إيه ده؟ 38 دي أكبر من 10، ده مش في الصيغة العلمية. 18 مش في الصيغة العلمية. 4 في 10 أس 3 ده في الصيغة العلمية. طيب هنا أهو ده 7/10، 7/10 يعني أقل من الواحد، ده مش في الصيغة العلمية. طيب الأسئلة اللي بعد كده، اكتب الصيغة العلمية. العدد دي كلها، العدد ده سهل، هنكتبه هيبقى 5.3 في 10 أس، العلامة كانت هنا رقم 2 3 4، يبقى في 10 أس موجب 4. وكل الأعداد دي زي ما هي نحل دي. هنا أهو نحرك علامة رقم 2 3 4، فهيبقى 3 صحيح في 10 أس سالب 4. وكل الأرقام بنفس الطريقة نحل دي برضو، نحل اللي تحت منها أفضل. 481 في 10 أس 5، الأول في 10 أس 5 علشان ما ننساهاش زي ما هي أهي. ال 481 علامة كانت هنا، حركناها رقم 2، يبقى بقيت 4 صحيح و81 من 100 في 10 أس 2، يبقى ده بيساوي 4 صحيح و81 من 100 في 10 أس 7. والسؤال خلص. اكتب على السؤال. هنا العكس بقى، هنا جايب لي كل الأعداد في الصيغة العلمية وعايزك أنت تكتبها في الصورة القياسية العكس. الأول الموضوع سهل، هنا 10 أس كام؟ أس 4. احنا كنا بنكتب الأس موجب لما كنا بنحرك على ناحية الشمال، يبقى عشان أشيل الأس الموجب ده أحرك العلامة ناحية اليمين تاني. في الأول لما كنا بنحرك العلامة، لما كان العدد مكتوب في الصورة القياسية وعايزني أكتبه في الصورة العلمية، لما أحرك علامة ناحية الشمال أكتب الأس موجب، يبقى لما أجي أشيل الأس الموجب أحرك علامة ناحية اليمين. العكس لو كان الأس سالب هنحرك علامة ناحية الشمال. نشوف ازاي يا مستر. دي أس 4، يبقى نحرك العلامة دي 4 أرقام ناحية اليمين، مفيش غير رقم 1 يا مستر، هنا نزود 3 أصفار يبقى 2 4 ونزود لها 0 2 3، بقيت 24,000. طيب السؤال اللي بعده نفس الفكرة، الأس هنا موجب، يبقى نحرك علامة ناحية اليمين عكس اللي كنا بنعمله لما كنا بنعمل العكس، يبقى دي بتساوي رقم 2 مفيش غير رقم 1 نزود 0 يبقى 320. طيب هنا اهو العايز اللي بعده برضه نحرك 3 أرقام بقت 5410، وبيقول لك نحرك علامة جهة اليمين لما الأس موجب. طيب الأس هنا سالب، يبقى نحرك علامة ناحية الشمال. ليه يا مستر؟
لما كنا بنحول من قياسي للصيغة العلمية دي كنا لو ما نحرك العلامة ناحية اليمين نكتب الأس سالب، يبقى هنا نحرك العلامة ناحية الشمال عشان الأس هنا سالب، يبقى دي بتساوي. طب هنحرك العلامة ناحية الشمال كام رقم؟ رقمين، مفيش غير رقم واحد اللي هو ال8، نزود صفر، يبقى صفر علامة صفر 8 9 5، ده العدد بتاعنا اللي هو ده، نحرك علامة ناحية الشمال. الموضوع سهل وبسيط ومفهوش أي معضلة، يا رب نكونوا فاهمين. اللي مش فاهمه عيد الفيديو تاني مرة واتنين و10 وافهم كويس، ولو ما فهمتش كلمني أو بعتلي على الواتس في أي وقت. 2.5 في 10 أس 3، ال10 أس 3 دي أسها موجب، يبقى نحرك علامة ناحية اليمين، يبقى 2 وبعدها 5 ده رقم واحد، نزود صفرين يبقى بقيت 2500. 1.2 في 10 أس 4 هنكتب الواحد وبعدها الاثنين وبعدها 3 اصفار عشان عاوز احرك علامة 4 أرقام، ده رقم ونزود 3 اصفار يبقى 12000. 6.5 في 10 أس 2 هتبقى 650. نحل في السالب شوية، ده أس سالب يبقى نحرك علامة ناحية الشمال، الصفر اللي قبل العلامة أهو، وده رقم واحد يبقى هنزود صفر كمان يبقى 0 4 9 8، والموضوع سهل. طيب اللي بعده بيقول لي إيه؟ العمليات على الأعداد في الصيغة العلمية. أول ما أقول عمليات في الرياضة الجبر يعني عشان الإحصاء فيه عمليات تانية، أول ما أقول عمليات في الإحصاء يبقى هم 4 عمليات: جمع وطرح وضرب وقسمة، ما عنديش غيرهم. أول ما أقول عمليات في الجبر يبقى 4 عمليات: جمع وطرح وضرب وقسمة. الله، أمال إيه عمليات تانية في الإحصاء دي؟ مش موضوعنا دلوقتي، بس هقولهم لك اللي هم الاتحاد والتقاطع والفرق والمكملة، دول بتوع الإحصاء أو بتوع المجموعات، عشان برضه احنا في سنة تانية بناخد علامات على المجموعات. في المجموعات أو في الإحصاء دول ال4 علامات بتوعنا، لكن في الجبر هنا أهو العلامات بتاعنا جمع وطرح وضرب وقسمة. إزاي أعمل جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد اللي مكتوبة في الصيغة العلمية؟ أول حاجة الضرب والقسمة، ودول تافهين قوي مفهومش أي فكرة. أنا بقسم الجزء الأول أو بضرب في الضرب الأول، بضرب الجزء ده في الجزء ده والجزء ده في الجزء ده، يعني العشرات في بعض والأعداد اللي هي إيه أو اللي كنا مسمينها إيه في الأول مع بعض. لو عايز أضرب دول هضرب 2.5 في 6 وهضرب 10 أس 6 في 10 أس 12. 2.5 في 6 لو مش عاوز أضربها أضربها بالآلة الحاسبة، مع إني ما بحبش الآلة الحاسبة نهائي، لكن اضربها أنت بالآلة الحاسبة ما عنديش مشكلة. طيب 2.5 في 6، 2 في 6 ب 12 ونص، 6 3 يبقى ده 15 في 10 أس 6 في 10 أس 12 يبقى 10 أس 18. في الضرب بنجمع الأسس، بس الناتج ده مش في الصيغة العلمية يا مستر عشان ال 15 دي أكبر من 10، احنا قلنا لازم يبقى أقل من 10، فيبقى نحرك علامة رقم واحد هنا أهو، بقيت 1.5 في 10 أس نزود واحد يبقى 10 أس 19، والمسألة خلصت أهي. طيب مسألة في الضرب تاني، 4.5 في 10 أس 7 ده عدد واحد مكتوب في الصيغة العلمية، في مضروب في عدد تاني برضو مكتوب في الصيغة العلمية. أنا هضرب 4.5 في 4، 4 في 4 ب 16، نص ال4 ال2 يبقى ده 18 في 10 أس 7 في 10 أس 8 يدينا 10 أس 15. طيب ال 18 في 10 أس 15 مش في الصورة العلمية، فنحرك علامة رقم واحد ناحية الشمال يبقى ده 1.8 في 10 أس 1 في 10 أس 15 يبقى في 10 أس 16 الناتج بتاعنا. طيب القسمة نفس الفكرة، اقسم العدد ده على العدد ده واقسم ال10 دي على ال10 دي. طيب نقسم 1.5 على نص يبقى ب3، لو مش عارف تقسم انا المفروض هقسم 1.5 على نص، يبقى 1.5 نحول القسمة لضرب ونشقلب ده يبقى في 2، يبقى 1.5 على نص اللي هم ده هتطلع ب3، يبقى العدد بتاعنا هو 3، ونقسم ده فيه 10 أس -7 على 10 أس -5،
انا قلت في القسمة طالما الاساسات متساوية في الدرس اللي فات يبقى نطرح الاسس. -7 ناقص -5 يدينا -2، يبقى ده 3 في 10 أس -2 والسؤال خلص. طيب السؤال اللي بعده. لغاية دلوقتي احنا شغالين في الضرب وفي القسمة، ما رحناش عند الجمع والطرح، وقلنا في الضرب والقسمة الموضوع تافه. اضرب الجزء الأول في الجزء الأول أو اقسمه، واضرب أو اقسم على حسب السؤال الجزء الثاني على الجزء الثاني. طيب هنا 4.5 على 9، لو انت ملاحظ ال4.5 نص ال9، يبقى 4.5 على ال9 فيها النص، 5/10 في 10 أس. ده اسمه، يبقى هنطرح الأسس. 11 ناقص 8 3، بس العدد ده مش في الصيغة القياسية. ليه يا مستر مش في الصيغة القياسية؟ عشان النص ده أقل من 1، واحنا قلنا لازم يكون 1 أو أكتر لغاية أقل من 10. يبقى نحرك علامة رقم 1 بس، يبقى ده 5 في 10 أس، هنقص من ده 1، يبقى 5 في 10 أس 2. طيب ده بالنسبة للجمع والطرح، الضرب والقسمة. الجمع والطرح بقى نعمل فيهم ايه؟ ركز معايا كويس قوي، هو الموضوع سهل في الجمع والطرح برضو، يعني في سنة أصعب شوية من الضرب والقسمة، لكن سهل. ركز معايا علشان نفهم. انت بتقول يا مستر ركز معايا وهنفهم دلوقتي. دي مسألة جمع. في مسائل الجمع والطرح عشان نحلها خد ال10 بالأس الصغير عامل مشترك. العددين مكتوبين في الصيغة العلمية، فلازم ده فيها 10 ولازم ده فيها 10. تاني، أنا بجمع وبطرح الأعداد اللي مكتوبة في الصيغة العلمية دلوقتي، فأي عدد مكتوب في الصيغة العلمية فيها 10 أس عدد. فخد ال10 من دول، خد ال10 اللي بالأس الصغير عامل مشترك. يعني هكتب يساوي هنا دي 10 أس 4 ودي 10 أس 5، هناخد 10 أس 4 عامل مشترك وافتح قوس. ايه اللي اتبقى معايا القوس من القوس الاول؟ اللي احنا خدنا ال10 أس 4 كلها، فمش فاضل غير 2.1 زائد. طيب القوس الثاني فاضل معايا فيه ال4.1 زي ما هي، ونقسم 10 أس 5 على 10 أس 4 فيها ال10. 10 أس 1 والواحد ما بكتبهوش. طيب بعد كده ده 4.1 مضروب في 10 يعني ب41، الجزء ده بس ب41. 41 زائد 2 يبقى 43.1، يعني ده كله بيساوي 43.1 في 10 أس 4. طيب العدد ده مش على الصيغة العلمية، أنا عاوز الناتج برضو على الصيغة العلمية. هحرك علامة هنا رقم 1 بس، وهزود على الأس 1، يبقى 4 صحيح و31 في 10 أس 5، وده العدد بتاعنا في الصيغة العلمية. أوجد ناتج ضرب وقسمة. الضرب ده هضرب ده في ده لو مش عارف بالآلة الحاسبة، وهضرب ده في ده وهجمع الأسس بس، وهكتب الناتج في الصيغة العلمية لو ما كانش مكتوب في الصيغة العلمية. هنا هقسم ده على ده، ولو مش عارف برضو بقى الحسمة يا مستر حل، يعني احنا عاوزين نحل، ماشي نحل رقم 2 دي. 2.4 على 8 هيطلع فيها 3 بقى الحسمة، في 10 أس -7 على 10 أس 5 هيطلع 10 أس. لو انت شاطر قول لي كام قبل ما انا بجاوب، عشان عاوز اطرح -7 ناقص 5 فهيطلع -12، وده مكتوب في الصورة العلمية وجاهز. الجمع والطرح دول هحلهم هما الاثنين عشان احنا ما اخدناش امثله كافيه عليهم. جمع وطرح يبقى خد ال10 بالاس الصغير عامل مشترك. هناخد ال10 بالاس الصغير كام هنا؟ مين الاصغر، -5 ولا -6؟ اوعى حد يقول لي -5 اصغر. العدد السالب كل ما يزيد كل ما تقل قيمته، يبقى ال10 أس -6 هي الاصغر. يبقى هناخد عامل مشترك 10 أس -6 وافتح قوس. ال1.2 زي ما هي، وهقسم 10 أس -5 على 10 أس -6 فيها ال10 زائد 3.5 زي ما هي، و10 أس -6 على 10 أس -6 راحوا مع بعض. 1.2 في 10 ب12، 12 زائد 3 15.5، يبقى ده 15 و5 في 10 أس -6.
هنا العدد الناتج ده مش في الصورة القياسية، عشان نكتبه في الصورة القياسية هحرك العلامة هنا رقم 1 وهزود على الأس ده 1، يبقى 1.55 في 10 أس -5 والسؤال خلص. الطرح نفس الفكرة، هنعمل إيه؟ ال10 بالأس الصغير هي ال10 أس 4، هناخد ال10 أس 4 عامل مشترك وافتح قوس، ال2.4 دي زي ما هي 2.4، وهنقسم 10 أس 5 على 10 أس 4 فيها 10، ناقص ال4.2 زي ما هي، و10 أس 4 على 10 أس 4 راحوا مع بعض. 2.4 في 10 ب24، 24 هنشيل منها 4 يبقى 20، هنشيل منها 2 يبقى 19.8، فهتبقى 19.8 في 10 أس 4. طب ال 19.8 دي مش في الصورة العلمية، فهكتبها 1.98 في 10 أس، أنا هزود على أس 1 يبقى أس 5 والسؤال خلص والدرس خلص. وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى تكونوا متابعني من أول درس، ولو في أي سؤال أو استفسار ابعتولي، محدش يتردد، والسلام عليكم.